أستاذ عبد الرحمن، كيف ترى الأوضاع وكيف ترى ما يحدث من أعمال إرهابية بتتعرض لها مصر؟ طيب خليني أجاوب على السؤال دوت، بس تعليق بسيط على ما قاله زميلي الأستاذ رجب هلال حميدة، إنه قال كل من يسمي ما حدث في 30 يونيو إنه انقلاب بيشيطن الواقع. في الحقيقة أنا أتفق معاه تماما، إنه فعلا من يقول عن 30 يونيو إنها انقلاب ده بيشيطن الواقع. ما حدث في 30 يونيو موجة ثورية، مظاهرات شعبية، لكن ما حدث في 3 يوليو هو اللي بيسمى بانقلاب عسكري متكامل الأركان، نتيجة البيان اللي ألقاه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي، واللي أولا عزل رئيس وسلطة منتخبة فسحب عنها الشرعية ولم يستطع أن يمنح الشرعية للرئيس الجديد. طيب كلمة الرئيس المعزول عايزين نعرف أصلها إيه وفصلها إيه وإيه مدى شرعيتها. الرئيس المؤقت غير موجود في بيان 3 يوليو. كلمة الرئيس المؤقت عدلي منصور هو مكلف طبقا لبيان 3 يوليو بإدارة شؤون البلاد، لا يسمى رئيسا للبلاد. حضرتك بتجاوب على سؤالي افترضته، حضرتك بتجاوب على سؤالي افترضته، أنا سؤالي واضح، كيف ترى ما يحدث في مصر من أعمال إرهابية؟ خلي هذه حضرتك كويس جدا. الانقلاب في حد ذاته إرهاب. الانقلاب هو الذي جاء بهذا الإرهاب. الانقلاب هو الذي طلب تفويض وصنع هذا الإرهاب. قبل 3 يوليو لم تكن في البلاد أكثر من 5000 قتيل، وأكثر من 10,000 معتقل، وأكثر من 20,000 مصاب، بعضهم بعاهات مستديمة. تيار وطني مستقل وشريف يرمى به في السجون ولا يجد من يدافع عنه، لأن كل من يدافع عنه النهارده يتهم إن هو إخوان أو خلية نائمة أو يشيطن أو غير ذلك. من هو التيار الوطني الشريف؟ كل هذه أعمال إرهابية، والتي ارتكبها مين التيار الوطني الشريف من قام بهذا الانقلاب وأفرط وأمعن؟ يا فندم مين هو التيار الوطني الشريف اللي حضرتك بتتكلم عنه؟ التيار الإسلامي بما فيه وفي القلب منه الجماعة السلمية المعتدلة اللي اسمها جماعة الإخوان المسلمون، اللي كانت اللي الشعب انتخبها في 5 استحقاقات انتخابية، وخاض أعضاها أكثر من 40% في الانتخابات البرلمانية، ورئيسها الممثل لها عضو جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي حاز وأصبح رئيسا لهذه البلاد، وأعطى شرعية لوزير دفاع جاء به ورقاه من لواء لفريق أول، فإذا به يغتصب السلطة ويقوم باختطافه. طيب. ولا يقدمه لمحاكمة حتى الآن، وهناك 4 من فريق الرئاسي حتى الآن لا نعرف مكانهم. هل لا تعترف بملايين المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع أيضا رفضا لهذا الرئيس اللي حضرتك بتتكلم عليه مشارعة، ورفضا لهذه الجماعة التي حكمت البلاد، ورفضا لهذه الجماعة الوطنية اللي ملقاة الآن في السجون بسبب اتهامات أولها فساد مالي وآخرها خيانة وعمالة؟ إذا كان هناك ملايين مصريين معترضين على هذه الجماعة فهذا حقهم يحترم، ولكن هناك ملايين المصريين أيضا أعطوا أصواتهم. البعض يرى أن حضرتك لا تحترم ولا تحترم عندما تقول عنهم الانقلاب. أنتم لا تحترمون هؤلاء المصريين الذين أعطوا أصواتهم لهذا الرئيس. خلينا نسمع رده على 3/7 أنا ما خدتش وقتي يا فكرة عدم الاحترام. هيرد على حضرتك في النقطة دي. لا أنا ما خدتش وقتي. حضرتك ما اديتنيش وقتي. أنا بحدد يا فندم، حضرتك خلصت كلامك، هو هيرد عليك في النقطة دي وأنا هرجع لك. أكمل إجابتي بعد إذن حضرتك. أكمل إجابتي بعد إذن حضرتك. ثاني نقطة. أيوه حضرتك دلوقتي المسؤول عن هذا الإرهاب هو من هو في صدق. بقى لنا 6 شهور حاليا. ايه الناتج اللي موجود حاليا؟ قوانين النهارده يتهم بالارهاب من يقوم بالتظاهر السلمي، ينتقم بالارهاب، يتهم بالارهاب من يحمل مجرد فكر، يتهم بالارهاب من يحمل فكرا سياسيا. تتهمون كل من يؤيد افكار معينه، تيار اسلامي بالكامل، فكر سياسي، تقومون على عنصريه فكر سياسي يترجم الى وهو اللي فاز بالاغلبيه في الانتخابات. هذا الفريق الموجود في الحكومة حاليا، الحكومة الموجودة حاليا أحزابها أحزاب أقلية لم تحز بأي أغلبية، جاءت بعنصرية وفاشية وأقصت. طيب اتفضل يا أستاذ رجب. ناس حصلوا على الأغلبية والآن يتهمون بالإرهاب.